وسام ابو علي تحول من الضغط للاهلي الى الضغط على الاهلي. اللاعب الفلسطيني وسام ابو علي من سنتين كان بيضغط للاهلي علشان يلعب في الفريق، ودلوقتي بيضغط على الاهلي علشان عايز يمشي. وسام نفس اللاعب نفس الشخصيه، ولكن ليه صورتين مختلفتين تماما. في نص موسم 2023 دخل قلوب الاهلاويه بسرعه الصاروخ، هداف الدوري المصري في نص موسم بس، واول تصريحات ليه كانت مليانه حب وانتماء للنادي الاهلي. قال فيها حرفيا ان هو كان بيضغط على النادي السويدي علشان كنت عايز العب في النادي الاهلي، وكمان رفضت اي عروض خارجيه تانية. لكن فجاه المشهد بيتغير، نفس اللاعب بيغيب عن تدريبات النادي الاهلي، وكمان ما راحش الجلسات العلاجيه، وكمان الاهلي استبعده عن معسكر تونس التحضيري للموسم اللي جاي. واللاعب مختفي، وكمان بيعمل حركات كتيره جدا عليها علامات استفهام على السوشيال ميديا عنده. دلوقتي بيضغط على اداره النادي الاهلي ان هو عايز يمشي من الفريق. اداره النادي الاهلي كانت واضحه جدا ونزلت بيان وقالت ان العرض اللي جاي له من امريكا اقل جدا من القيمه اللي هو يستحقها، فبالتالي غياب وسام ابو علي عن التدريبات بدون اسم ده مخالف جدا للوائح، وكمان مخالف للعقد اللي بينه وبين الاهلي. وخلي بالكم كمان ان في ايد اداره النادي الاهلي وكمان مدرب الفريق ان هم يجمدوا اللاعب. فانتوا بقى بصراحه شايفين ان النادي الاهلي يتمسك بموقفه ولا يفتح الباب لرحيل وسام؟ وما تنسوش كمان تدعموني بفولو. بس كده ودي.